الاري كوليكشنز ده كله. نبدأ في الأول يعني إيه برمجة. برمجة بيقول لك البرمجة هي إن أنت بتكتب شوية instructions للكمبيوتر بتاعك أو للجهاز بتاعك علشان يبرفورم التاسك، عشان يعمل تاسك معينة. بتقول له يا بي سي يا لابتوب أنا عايزك تعمل 1 2 3، وليكن أنا عايزك تحسب لي 1 زائد 2 زائد 2 المفروض بتساوي 3. هتعمل إزاي كده؟ ان انا هعمل لك كالكوليشن بروجرام، مثلا الكالكوليشن بروجرام ده بيحل المعادله زي دي. طيب بيقول لك ان انت الانستراكشنز دي بتستخدمها مثلا كانك بتعمل ريسيب، كانك بتعمل وصفه لمطعم او وصفه اكل. It's used to solve problems, building apps, games, website and AI tools. يعني ببساطة زي ما احنا اتعلمنا في الكلية، البرمجة هي علم حل مشكلات. علم حل مشكلات ايه؟ علم حل مشكلات المجتمع، علم حل مشكلات التخصصات. في مشكلة طبية موجودة انت بتحاول توجد لها حل برمجي، مشكلة موجودة في الفضاء انت بتحاول توجد لها حل برمجي، عايز تراقب أجرام سماوية بتعمل ازاي كده، مشكلة في مراقبة مثلا إحصائيات عامة مثلا في المحيط في الصحراء في أي مكان. أنت بتحاول تستخدم البرمجة دي من خلال حلول برمجية بتطبق قواعد فيزياء، بتطبق قوانين الرياضيات، بتطبق معادلات كيميائية في البروجرام بتاعك أو في البرنامج بتاعك عشان توصل لحل المشكلة دي. بدل ما كان بياخد مثلا إن أنت بتعمله مانوال أو يدوي حل مشكلة مثلا ياخد شهور، لا انت دلوقتي من خلال ابلكيشن، من خلال تطبيق بسيط، ممكن في خلال دقايق ثواني معدودات تلاقي نفسك وصلت الحل اللي انت عايزه، الاحصائيه اللي انت محتاجها، البرنامج اللي انت محتاجه، الكالكوليشن اللي انت محتاجه، ده كله من خلال البرمجه. ففي الاول والاخر زي ما انا قلت البرمجه هي علم حل المشكلات. علم حل المشكلات ايه هي؟ البرمجة مبنية على شوية لوجيكال جيتس. اللوجيكال جيتس دي معتمدة، لو الناس اللي درست في الثانوية العامة هتلاقيهم درسوا حاجة اسمها الفيزياء الحديثة. الفيزياء الحديثة دي اللي هي الكهربية الحديثة، اللي هو اللوجيكال جيتس، اللي هي مثلا الاند والاور والنوت والناند والاكس نور والاكس اور. الحاجات دي كلها احنا درسناها في الفيزياء الحديثة. دخلنا في الكليات او في كلية الحاسبات والمعلومات او الهندسة او ان كانت الكلية اللي انت اتخرجت منها او ان شاء الله هتتخرج منها، لقيت نفسك بتدرس الحاجات دي في توسع. ازاي انا بستخدم البوابات المنطقية دي في ان انا امرر شحنة جوه البروسيسور جوه المذر بورد. ازاي افهم المذر بورد 001 دي معناها ايه، 0001 دي معناها ايه، 110 دي معناها ايه. ده اللي هو ايه اللو ليفل في الكمبيوتر، اللو ليفل لانجوج. هو بيفهم 01 بعد كده بيطلع حتى فوق الانترميديت، بعد كده الهاي ليفل لانجوج اللي هي زي السي شارب. السي شارب دي بتكتب انت شويه الانستراكشنز وبتقعد ماشي ماشي، بتلاقي سي ال ار، بتلاقي جيت كومبايلر. الحاجات دي هنشرحها قدام شويه باستفاضه. بس في الاخر الكود اللي انت بتكتبه كانستراكشنز عاديه كده بترجع في الاخر توصل ان هي تبقى 01 في الاخر خالص، تتحول لشويه 0 وحيد. الكمبيوتر بيبقى فاهم الزيرو والواحد دي.